الأطيار، شيعة لقبر ظلمته هو والأصحاب. محمد الهادي النبي صادق وأمين، يشهد له بحسن الخلق رب العالمين، وأعداء شهدوا بالفضل كل المشركين، ما شكوا بخلقه أبد ما بيهم مرتاب. صادق مو كذاب سليل الأطيار، شيعة لقبر ظلمته هو والأصحاب. بعد شهادة الأعداء وألد الأعداء، بعد شهادة أبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وقريش الكفار والمشركين، وشهادة أبي سفيان على صدق وأمانة وفضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل البعثة ومنذ صباه، وكذلك شهادة غير الأعداء وشهادة أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وفوق ذلك شهادة القرآن المجيد بصدقه وأمانته وأخلاقه الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو معقوله النبي الذي يرب الإنسان يؤمر الشيعة بالطعن وبسب وبهتان، نسبوا لأرواي ظلم وأتباع الشيطان، خالفوا أمر الله نزل للطيع الكذاب. صادق مو كذاب سليل الأطيار، شيعة لقبر ظلمته هو والأصحاب. صاحب الخلق البسيط الوضيع لا يدعو إلى أكثر من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم، فكيف يصدر من الصادق الأمين صاحب الخلق العظيم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بحقد حرفوا الكتاب، وللنبي نسبوا الكذب عادوا الأصحاب، ونساء حاشاها انرمت بفحش الألقاب، كذبة تقي الدين مزقوا بالانياب. صادق مو كذاب سليل الأطيار، شيعة لقبر ظلمته هو والأصحاب. باكستاني وللخمنئي وللشيرازي، هذا سوء الخلق، هذا الفحش والرذيلة التي تصدر منهم ضدنا وضد الغير وضد الصحابة وضد أمهات المؤمنين. من أين جاء؟ من التشريع، من الروايات، من هذه الروايات الموضوعة، من هذا التراث الشيعي. هذه هي التربية. يا شيعي حرك هالعقل لا تبقى جاهل، اتمعن بكتبك عدل تلقى المهازل، معقولة يهدم هالنبي كل الفضائل، ويخالف النهج السوي ويضد الكتاب. صادق مو كذاب سليل الأطيار، شيعة لقبر ظلمته هو والأصحاب.